اهلا بيكم في حكايه جديده من حكايات رياكت، وحكايه النهارده عن الكومبوننت لايف سايكل. وتعالوا يلا بينا نخش على المثال بتاعنا على طول. وهنا انا عايز الرساله اللي تحت دي تظهر لمده 3 ثواني وبعدين تختفي، وهنستخدم في الموضوع ده الست تايم اوت، وهكريت متغير وبعد 5 ثواني هحول قيمته تبقى فولس، وهستخدم الكونديشنز اللي اتعلمناها في الحكايه اللي فاتت باني هضيفها على الرساله، وهنلاقيها اشتغلت بدون مشكله. ولكن نخلي بالنا لان الموضوع في رياكت مختلف شويه، وده بسبب ان لو جينا نشوف الست تايم اوت اتنفذت كام مره فعلا عن طريق اني احط كونسول لوج، وهنلاقيها بتتنفذ مع كل ريندر، واللي بيحصل مع كل مره بستخدم فيها اليوز ستيت، مثلا لما جيت اغير قيمه السلكت فود. وعلشان نحل المشكله دي لازم نفهم يعني ايه كومبوننت لايف سايكل، ودي المرحله اللي بيمر بيها الكومبوننت لحد ما يظهر ال HTML، وبتتكون من 3 مراحل: ماونت، ابديت، انماونت. والماونت هي مرحله عمل كرييت للكومبوننت، وبتحصل مره واحده بس طول ما هو موجود في الصفحه. وبعدين بتيجي مرحله الابديت، ودي بتحصل لما بتغير اي قيمه من قيم الستيت زي ما عملنا من شويه علشان نغير السلكت فود. واخر مرحله هي الانماونت، ودي بتحصل لما بشيله من الصفحه. وفي الخطوه دي انا مسحت الست تايم اوت علشان ما نستهلكش موارد الميموري اللي عندنا. ولكن اللي يهمني دلوقتي هي مرحله الماونت اللي هي اول ما هيتعمل له كرييت، ودي اللي عايز انفذ من خلالها الست تايم اوت. وساعتها لازم هكتب الكود ده جوه هوك جديد معانا، وهو اليوز افكت. بتاخد الكود اللي هيتنفذ وبنعمل سيف. هنلاحظ انها اشتغلت و10 على 10. ولو هنفذ حاجه لما الكومبوننت يتشال من على الصفحه، يعني مرحله الان ماونت زي هنا مثلا لازم امسح التايمر، ساعتها بعمل ريتيرن لفانكشن من جوه اليوز افكت، واللي هتتنفذ مباشره لما يحصل ان ماونت للكومبوننت. كده عرفنا ازاي نقدر ننفذ اي حاجه مره واحده بس اول ما الكومبوننت يتكريت، وايه المراحل اللي بيمر بيها الكومبوننت لحد ما بيظهر على الصفحه. واشوفكم في الحكايه اللي جايه من حكايات رياكت على كودكس لاين، والسلام عليكم.